يعني أبو هيبة ده علامة فارقة في علامات الدراما المصرية. كلمنا عن المسلسل وفكرة أبو هيبة جت منين؟ وهل في أبو هيبة حقيقي؟ هو ده كان فيلم أصلا مم. اسمه أبو هيبة، أظن مع الأستاذ محمود عبد العزيز سنة 97 وقدمته له أو 98. ومن ساعتها وإحنا أصحاب بره الشغل. والراجل ده ليه فضل عليا كتير. الله. والراجل ده آه، مثلا يعني أنا كنت لما كنتش بنجز حاجة هو طالبها مني معالجة فبتأخر فبهرب كالعادة، أنا هراب. فلاقيه يسيب لي رسالة ويقعد يندى عليا على الأنسر ماشين اللي أنا جبته ساعة المدينة. أيوه. فكانت أمي على تبقى سلكي. ماشية، أمي تبقى ماشية في الصالة سامع صوت محمود عبد العزيز الممثل وقعد بيقول يا ناصر، ده صوت تقعد تتلفف كده. وانا يعني انا خايف لانه انت بتهرب منه بقى، لسه ما خلصتش. فاقول لها، تقول لي هو ده، اقول لها طب ما تشتغل معاه يمكن ربنا يكرمك يمكن.